تعالوا النهارده نحكي عن واحد من أجرأ وأذكى الحيوانات اللي في مصر، وهو النمس المصري. الكائن الصغير ده حجمه مش كبير، لكن شجاعته بتخليه قدام الكبار أخطر الكائنات وما بيتهزش. النمس معروف إنه أكتر كائن ممكن يواجه الكوبرا السامة، وده طبعا مش هزار. لما بيشوف كوبرا ما بيهربش زي باقي الحيوانات، لا ده بيبدأ يتحرك حواليها بسرعة رهيبة ويشغلها بحركاته لحد ما يهجم عليها في اللحظة الصح ويموتها. وعشان كده عنده جلد سميك شوية ومناعة جزئية ضد السم. طب النمس بيعيش ازاي؟ هو بيحب الأماكن اللي حوالين الأنهار والصحاري، وبيتحرك لوحده او مع مجموعات صغيره، واكله متنوع جدا. بياكل تعابين وحشرات وبيض الطيور وحتى فواكه. حرفيا ما بيقولش لا لاي حاجه بيلاقيها قدامه. النمس ليه دور كبير في الحفاظ على التوازن البيئي، لانه بيتخلص من الكائنات الضاره زي الفئران والتعابين اللي ممكن تاذي الانسان او تخرب الطبيعه. يعني بصراحه النمس المصري مش مجرد كائن عادي، ده شجاع وذكي وبيساعد في حمايه بيئتنا من غير ما ناخد بالنا. لو عجبك الفيديو ده وعايز تسمع عن حيوانات تانية مدهشه، ما تنساش تعمل لايك وتكتب رايك في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد.